هاحكي لكم قصة خطيرة جدًا ل3 أسباب أهم من بعض. أول سبب إن إحنا اليومين دول بنتشعبط وفي عرض ذرة أمل، متأكد 100% إنكم لو سمعتوا القصة دي وفهمتوها هتجدد عندكم الأمل شوية زي ما جددته بالنسبة لي. تاني حاجة ودي أكتر حاجة أنا مستغربها ومش قادر أفهم المغزى من وراها لحد دلوقتي، ولكن من كام يوم كلنا شفنا حفلة الميت جالا، وشفنا قد إيه الواقع اللي إحنا عايشينه دلوقتي بقى قريب جدًا من فيلم The Hunger Games، حتى في ريلز كتير أوي حاطة الحفلة جنب اللي بيحصل. مع ذلك الثيم بتاع حفلة الميت جالا السنة دي أو جزء من الثيم كان مقتبس من القصة اللي أنا هاحكيها لكم دلوقتي بعنوان The Garden of Time، حديقة الزمن. القصة بتتكلم عن دوق اسمه أكسل، كان عايش في بذخ وترف رهيب، راجل وسيم ببنية جسمانية ملكية بيلبس أغلى الأقمشة وأندر الأحجار الكريمة والكلام ده كله. أكسل ده كان عايش مع مراته في قصر عبارة عن تحفة فنية. القصر ده كان بيبص على جنينة كبيرة جدا، والجنينة بتبص على بحيرة كبيرة جدا، وآخر البحيرة دي كان تلال. المنظر كان في غاية الجمال، والجمال ده يعتبر ملوش آخر. المهم في يوم من الأيام كالعادة كان بيتمشى في جنينة قصره ساعة غروب الشمس، ومراته بتعزف على البيانو جوه في القصر، وهو بيتمشى في الجنينة سامع الموسيقى اللي هي بتعملها. وده كان حاجة بتحصل كل يوم. مرة واحدة لقى حشد من الناس في آخر تلة خالص بعيد عن القصر جاي ناحية القصر، جيش رجالة وستات وأطفال وعواجيز وكلهم جايين ناحية القصر. أكسل ده بقى أول ما شاف الحشد اللي جاي على القصر اترعب، جري على شجرة ورد سحرية كانت عندهم في جنينة القصر، نقى منها وردة غاية في الجمال وقطفها. مجرد ما قطف الوردة دي حس بإحساس حلو جدا، الهوا حواليه كان بيبرق أو بيلمع زي الإزاز، حتى عزف مراته كان أوضح وأحلى في ودانه. ملف وبص على الحشد اللي كان جاي وقرب على القصر بتاعه، لقاهم رجعوا لنقطة البداية، وطلعت الوردة بترجع الزمن. شوية ومراته نزلت له حكى لها اللي حصل، وبسخرية قالت له ما تقلقش احنا ما عندناش أكتر من الورد. استمر الوضع ده لمدة 3 ليالي، وساعة غروب الشمس في اليوم الرابع لقى الحشد ده قرب تاني على القصر وأكبر وأوضح من الأول. ساعتها قدر يشوف إن الحشد ده ما كانش بس أعمار مختلفة، لا ده كمان كانوا من كل الطوائف. جري على الشجرة السحرية قطف وردة سحرية، وساعتها الحشد ده رجع تاني لنقطة البداية. رغم من إن الوضع ده استمر أيام وأسابيع وشهور وسنين كتير جدا، لما الحشود المتحدة الكبيرة جدا دي تقرب من قصر الدوق أكسل يقطف وردة ويرجعهم تاني لنقطة البداية. بس الغريب كان 3 حاجات. أول حاجة إن كل مرة تأثير الوردة كان بيبقى أقصر من اللي قبلها. تاني حاجة الحشد كان بيبقى أكبر من اللي قبله. ثالث وآخر حاجة إن حتى الشجرة السحرية مع الوقت ما قدرتش توازن السرعة اللي كانوا بيقطفوا بيها الورد. صحيح الوقت طال، ولكن مع مرور الوقت الورد السحري خلص، وفي يوم من الأيام الحشد الكبير ده وصل لقصر الدوق أكسل، وكل حاجة كانت منهوبة فيه رجعت لأهلها. وفي النهاية ما بقاش في القصر كله أي حاجة تدل إن الدوق أكسل ومراته عاشوا هنا في يوم من الأيام غير حاجة واحدة، تمثالين على شكلهم، وغالبا كانوا هم. نظرية لشرح القصة ان التمثالين دول كانوا هو ومراته اصلا اتحجروا مع قطف اخر ورد. في نظري المغزى من القصة ان الحق مهما اتأخر والزمن مهما طال في الاخر بيرجع لاصحابه. الظالم مهما استخدم ومهما عمل عشان يأخر الحق في الاخر هيرجع لاصحابه، حتى لو استخدم ورد سحري يرجع بيه صحاب الحق كل يوم لنقطة البداية. اللي نفعه النهاردة 100% بكرة ينفعه 90، بعده 80، 70، 60، لحد ما هيجي اليوم مش هينفعه خالص. آخر وردة سحرية الدوق أكسل قطفها ما عملتش حاجة أصلا. أنا لسه مستغربه ومش قادر أفهمه بعد كل اللي حكيته لكم ده ليه الميت جالا استخدموا القصة دي كثيم الحفلة بتاعتهم السنة دي. يا ريت تقولوا لي رأيكم في القصة وفهمتوا منها إيه، وإذا كنتم متفقين معايا أو لأ إن هي بتمثل بشكل كبير اللي إحنا عايشين فيه وبنشوفه دلوقتي. بس كده، باي.